السلام عليكم، ومع تركاية جديدة من تركات الغرباوي. انت كطالب تانية ثانوي او تالتة ثانوي، عمرك سألت نفسك ايه الفرق بين النيوكلير تشارج والافكتيف نيوكلير تشارج، او الفرق بين الزد والزد افكتيف، او اصلا احنا ليه استخدمنا حرف الزد في الموضوع؟ تعال اقول لك. الاول بص معايا دلوقتي حالا، انا عايزك تعرف يعني ايه effective of nuclear charge او اللي هي الزد effective، وكمان تعرف الفرق بينها وبين النيوكلير تشارج نفسها. كمان عايزك تعرف هو اصلا يعني مين اكبر، النيوكلير تشارج ولا الافكتيف نيوكلير تشارج. هنرجع هنا تاني بالتفصيل، ويا ترى ايه هو تاثير الافكتيف نيوكلير تشارج على الراديوس بتاع الاتوم. ركز بقى معايا وابدا الموضوع كده بالتفصيل. بص يا سيدي، بالنسبه في البدايه خالص، هو احنا ليه استخدمنا حرف الزد؟ ركز معايا. كنا زمان بنعبر عن اي اتوم بجنرال فورمولا اكس، بنديها لتر اكس ونكتب تحت الاكس زد وفوقيه اي. كل لتر من التو لترز دول ليه انديكيشن او ليه مدلول. تعال نشوف الزد او لتر زد ده بينديكيتس الاتوميك نمبر، اللي هو نمبر اوف بروتونز، اللي هو في نفس الوقت بيساوي النمبر اوف نيجاتيف تشارج الالكترونز، اللي بيخلي الاتوم الكتريكالي نيوترال. تمام. يبقى والزد كمان بيعبر، بما انه بيعبر عن البوزيتيف تشارج، يبقى هنسميها نيوكليير تشارج. يبقى النيوكليير تشارج في الاساس واخده لتر زد. حته كده بما اني قلتها اكملها، الرقم اللي فوق اللي هو لتر ايه ده بينديكيت الماس نمبر او الاتوميك ماس او الاتوميك ويت، وده عباره عن النمبر اوف بروتونز والنمبر اوف نيوترونز. ناخد مثال، لو قلنا بدل الاكس نستخدم مثلا اتوم زي الصوديوم، هتلاقي تحتيها 11 وفوقيها 23. ال 11 هنا اللي تحت الصوديوم اتوم بتانديكيتس مين؟ الزد اللي هي الاتوميك نمبر او النيوكليير تشارج. مظبوط كده. وال 23 اللي فوق ده بينديكيت الاتوميك ماس او الماس نمبر. ملناش دعوه بالرقم اللي فوق، خلينا في ال 11 اللي تحت. تمام. انت كده معايا لحد دلوقتي عرفت ايه هي النيوكليير تشارج وليه اصلا واخده لتر زد. تمام. تعالى لي بقى واحده واحده كده علشان نطلع الزد افكتيف. ركز بص معايا، الشكل اللي قدامك ده بيوضح لك الالكترونيك ستراكشر بتاع مين؟ بتاع الصوديوم اتوم. هتلاقي في الحته دي كده في 11 بوزيتيف تشارج. ال 11 ده مين؟ اللي هي في الاساس اصلا الزي، صح كده؟ لو انا هستخدم الزي كلها او النمبر ده كله هتبقى اسمها نيوكليير تشارج. هرجع لها تاني. حوالين النيوكليير تشارج او حوالين النيوكليوس دي عامه فيه 3 انرجي ليفلز. الليفل الاولاني الكي، وبعد كده ال وبعد كده الام. هتلاحظ الالكترونيك ستراكشر بتاع كل ليفل فيهم، الاولاني ده 2 والتاني شايل 8 والاخير فيه 1 الكترون. تعال نعرف المسميات بتاعتهم. الليفل الاخير بالالكترون اللي فيه بنسميه فالنس شيل، او بنسمي الالكترونز دي كده فالنس الكترونز، يعني الالكترونز اللي موجوده في الموست اوتر انرجي ليفل. اما التو ليفلز اللي جوه دول انت شايفهم ايه؟ شايفهم كومبليتلي فيلد، فدي بالنسبه لي فيلد شيلز او كومبليتلي فيلد ايه؟ شيلز. يبقى دي بتعتبر مستويات تامة الايه؟ الامتلاء، ممتلئة تماما، ودي هيكون ليها دور في ظهور الزد افكتيف. تعال بقى نشوف. الالكترونز نيجاتيف والبروتونز بوزيتيف. بالمنطق بوزيتيف تشارج ونيجاتيف تشارج هيحصل بينهم ايه؟ برافو عليك، هيحصل بينهم اتراكشن. يبقى البوزيتيف تشارج بتعمل اتراكشن على مين؟ على النيجاتيف الكترونز اللي موجوده في الموست اوتر انرجي ليفل اللي هي الفالنس الكترونز. الالكترونز كلها نيجاتيف، بين النيجاتيف وبعضها هيحصل ايه؟ هيحصل ريبالشن. يبقى بين دول وكده هيحصل هنا ريبالشن، وما بين النيوكليس والالكترونز اللي بره بيحصل حاجه اسمها ايه؟ اتراكشن. السؤال ليك بقى، هل يا ترى كل النيوكليير تشارج، كل العدد اللي هو ال 11 بروتونز اللي موجودين في الصوديوم اتومز دول كلهم مطلوب منهم يعملوا اتراكشن للالكترونز اللي موجوده في الموست اوتر انرجي ليفل، ولا ممكن يكون في عائق بيحوشهم؟ اكيد انت هتتخيل معايا ما بين النيوكليس والموست اوتر انرجي ليفل ده
موجود تو ليفلز كومبليتلي فيلد ويز الكترونز ممليين تماما. بيعملوا ايه؟ بيعملوا سكريننج، كانهم عاملين حاجز بينهم وبين النيوكليوس والايه والالكترون، حاجز كده. فتيجي البروتونز تشد، في حد بيحوشها، فيخلوا لي ال11 دي اقل شويه، وليكن مثلا رقم من عندنا 8 بروتونز. دول اللي هيعملوا ايه؟ الاتراكشن. في 3 كده اتكنسلوا من الهواء. ليه بقى؟ علشان السكريننج اللي حصل. وهنا تظهر مين؟ الزد افكتيف. يبقى التأثير بتاع 8 لكن العدد كله 11. ال11 كلها بنسميها ايه؟ بنسميها نيوكليار تشارج. اما ال8 دول هنسميهم effective of nuclear ايه؟ تشارج. من النظرة الأولى أو من الوهلة الأولى أنت خدت بالك من حاجة، مين أكبر؟ النيوكليار تشارج ولا الإفكتيف نيوكليار تشارج؟ أكيد ال8 أقل من مين؟ من ال11، وبالتالي دايما الإفكتيف أوف نيوكليار تشارج بتكون less than مين؟ النيوكليار تشارج نفسها. طب ده هيأثر على حاجة؟ طبعا هيأثر على حاجة. بص معايا، تعالى هنا الشكل اللي قدامك ده، تعال نوضحه اكتر. اللي بالكل البيكس اللي هي باللون الريد ده بنسميها ايه؟ بما انها صغيره هتبقى زد افكتيف، وكل اللي باللون الاسود بنسميها نيوكليار تشارج اللي هي الزد بس. هتلاحظ ايه؟ انا اخترت هنا بيريود 3 من البريودك تيبل اللي بتحتوي على الليثيوم، بريليوم، بورون، كربون، نيتروجين، اكسجين، فلوراين، نيون. طبعا يعني ايه عشان المساحه فانا ما كملتش للاخر. هتلاحظ معاك ايه؟ كل ما تتحرك كده هتلاحظ ان الاول الزد افكتيف او الافكتيف اوف نيوكليار تشارج دايما اقل من النيوكليار تشارج للاسباب اللي احنا لسه سردينها حالا. طب ممكن الشكل ده يأثر على حاجة؟ قال لي هيأثر الشكل ده على بروبرتس كتيرة جدا للأتوم، أولها الراديوس. فتعالى نشوف بالمنطق كده، أنا بتحرك كده المفروض الراديوس بيقل، بس لسه ما استوعبتش إيه دور الإفكتيف أوف نيوكليار تشارج. ركز معايا وتعالى هنا. بص يا سيدي، هنا أنا اخترت لك بيريود 2 من البريودك تيبل اللي قلت لك فيها مين؟ فيها الليثيوم والبريليوم والبورون والكربون والنيتروجين والاكسجين والفلوراين، واخيرا النيون. والنيون ده نوبل جاس مش هنتكلم عنه ولا هنتكلم عن التاثير بتاع الافكتيف نيوكليار تشارج عليه. بص معايا وانت بتتحرك كده اعمل الكترونيك كونفيجريشن للثلاثه بتوع الليثيوم، هتبقى 2 1، بتوع البريليوم 2 2، بتوع البورون 2 3، وهكذا لحد ما توصل للفلوراين هتبقى 2 7. هسألك سؤال، عندك كام انرجي ليفل ثابت كل مرة ما بيزيدش؟ 2. الليفل الاولاني الكي والال، الكي والال، الكي والال. يبقى هنا عدد الانرجي ليفلز بيعتبر ايه؟ بيعتبر ثابت. ده هيindicate ايه بقى؟ ركز معايا. بيقول لي as we move from left to right across period 2 ايه اللي هيحصل؟ قال لي ملاحظ ان الاتوميك نمبر بينكريز 3 4 5 6، ده اسمه الاتوميك نمبر. يبقى كده الاتوميك نمبر بيزيد. طب انا من شويه قايل لك الاتوميك نمبر ده بيindicate مين؟ النيوكليار تشارج اللي هو النمبر اوف بروتونز. مظبوط كده؟ تمام. يبقى وبالتالي النمبر اوف بوزيتيف تشارج هو كمان هينكريز، يبقى عدد الحاجات البوزيتيف هيزيد. يعني لما اقول لك مين اللي عنده بوزيتيف اكتر، الاولاني ولا الاخير؟ هتقول لي الاخير. ايه كمان ممكن يحصل؟ قال لي عدد الانرجي ليفلز اللي هي بتعتبر كومبليتلي فيلد ويز الكترونز ثابت، اللي هو مين؟ اللي هو الليفل نمبر 1 الاولاني ده كومبليتلي فيلد، هنا ده ما كملش، ده كومبليتلي فيلد، ده ما كملش، الاخير هتلاقي ده كومبليتلي فيلد، ده لسه ما كملش. صح كده؟ ويبقى كده انا فهمت برضو ان عدد الانرجي ليفلز هي كمان ايه؟ اللي هي كومبليتلي فيلد ويز الكترونز بتعتبر ايه؟ ثابت. طيب ده بيعمل ايه؟ قال لي ده هيزود لي الافكتيف اوف نيوكليار تشارج. يعني لما اتحرك كده البوزيتيف تشارج اوريدي زادت، وكمان الليفلز عددها ثابت، ده يزود معاها الافكتيف اوف نيوكليار تشارج. طيب ده لما الافكتيف اوف نيوكليار تشارج هتزيد ايه اللي هيحصل؟ البوزيتيف لما يزيد ويبقى قوي يقدر يعمل اتراكشن لمين؟ للالكترونز الفالنس اللي موجوده في الموست اوتر انرجي ليفل، هيزود معاه الاتراكشن
ويرجعني هنا تاني. هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان البوزيتيف تشارج لما زادت وانت ماشي كده صغرت معاها الايه؟ الراديوس. ليه؟ اصل لما كانت الاتوم عندها بوزيتيف تشارج كبيره قدرت تشد الموست اوتر شيل ناحيتها اكتر فصغرت ايه؟ حجمها. عشان كده as we move from left to right هتلاقي الراديوس بتاعك بي ايه؟ بيديكريس. رايق؟ رايق. سلام.